عاملين ايه؟ في اداة جامدة جدا من ادوات الجود لوك نتحكم بيها تحكم كامل في شريط التنقل، وكمان هنرجع بيها اعدادات اختفت بعد التحديث الاخير للوان يو اي 7 وبعض الموبايلات الجديدة اللي بتيجي ما فيهاش الاعدادات دي. انا هكلمك على ايه؟ على ناف ستار. سواء معاك جود لوك او فايل لوك دي نفس الاعدادات. تعال اوريك اول ميزة معانا. لو شغلتها هنا ترانسبيرنت هنت، دي بتعمل ايه؟ عندك الشريط الازرق تحت بتاع التنقل ده بيبقى وراه زي شريط سودا، احنا بعد ما شغلناه دلوقتي بيخلي الشريط اللي ورا ده شفاف عشان تبقى واضحة اكتر. تعالى مثلا نروح على الاعدادات، انا بحرك معاك اهو، خلي بالك كده من الكلام اللي بيجي ورا الشريط، هتلاقي ايه؟ باين مش مختفي من ورا الشريط اهو. لكن طبعا لما كانت مش شغالة كان الحتة دي سودا، وده اصلا عشان يبقى العلامة الزرقاء دي واضحة بالنسبة لك وعارف ان ده شريط التنقل. فلو مضايقاك يعني روح شغلها وهتبقى شفافة زي كده. تاني اعداد معانا allow back gesture in full screen، ده لما تيجي تشغله لو انت فاتح اي حاجة في وضع ملء الشاشة، زي فاتح فيديو زي فاتح لعبة، لما تيجي تخرج لازم بتعمل مرة واتنين عشان تخرج، لكن دي ما تشغلها دلوقتي اول مرة على طول هتطلع. يلا انت يا عم يحيى، فتيجي تفتح فيديو زي كده في وضع ملء الشاشة او لعبة، عايز تطلع انت بقى، تيجي تطلع دلوقتي بعد ما انت شغلت الخيار ده، يجي مرة واحدة كده بس الفيديو طلع. تمام؟ طيب هي كانت ازاي في الاول؟ تعالى افهمك كانت ازاي في الاول. تعالى نقفل الخيار ده واوريك هي كانت شغاله ازاي. نيجي نرجع تاني للفيديو، ادينا في وضع ملء الشاشه زي كده، عايزين نخرج هنعمل ايه؟ تيجي اسحب على جنب كده مره، ما طلعش، لازم تسحب مرتين ورا بعض، ادي مره وادي التانية عشان يطلع. طبعا دي تبقى مفيده في حته لو انت فاتح لعبه ولمست بالغلط ما تطلعش. مضايقاك ممكن تلغيها عن طريق انك هتفعل allow back gesture in full screen دي. نيجي بقى لأقوى وأهم ميزة عندنا هنا في الناف ستار، وبصراحة هي دي الميزة اللي ممكن تفيدك فعلا، اللي هي ايه؟ تالت خيار ده enable extra gesture settings. دي لما تفعلها بتظهر لك خيارات إضافية في شريط التنقل عندي. تعالى قبل ما نفعلها أوريك أنت أصلا عندك في الإعدادات عندك ايه في شريط التنقل. هنروح على الضبط كده وتنزل لي عند الشاشة، هتروح لتحت هنا عند شريط التنقل، ادي شريط التنقل، عندك يا ازرار يا اما. طيب عايزين نتحكم في خيارات اضافيه، بتدوس على مزيد من الخيارات دي. اللي موجود عندك هنا ولا حاجه تقريبا، هي بس تتحكم في الحساسيه سواء كانت اقل او اكتر. طيب عايزين نلغي الشريط الازرق ده، مش موجود. مش عايز انت الطريقه الجديده بتاعت اللي انت بتطلع من الجنب زي الايفون، عايز ترجع للطريقه اللي كنت بتطلع بيها من تحت هنا، برضو مش موجود، مفيش اي اعدادات. وفي موبايلات قبل ما يوصلها التحديث كانت موجوده عندها الاعدادات دي واختفت بعد التحديث، ما تقلقش. تعال فعل enable extra gesture setting دي وهتظهر لك كل الاعدادات اللي اختفت. نيجي نرجع هنا كده، هتلاقي كل الاعدادات اللي انت بتدور عليها ظهرت من تاني. اولهم مثلا تعال ننزل هنا، تقدر تخفي دلوقتي علامة الزرقاء اللي بتبقى موجودة من تحت دي، بحيث يعني توفر مكان يبقى شكلها اشيك لو هي بتعجبك كده. طيب انت مش عايز تطلع من الجنب زي الايفون، تعال نرجع للوضع القديم، هديك بتطلع دلوقتي ايه؟ من تحت، ترجع من هنا، مفيش بقى حاجة اسمها من الجنب دلوقتي، دي خلاص دي اتلغت كده. تعال نرجع تاني مثلا كده، فما تيجي تطلع دلوقتي من الجنب كده خلاص مفيش، احنا دلوقتي رجعنا للوضع القديم اللي هو بيطلع من تحت هنا، وتطلع من انت من هنا كده، وتطلع في النص كده، الجناب دي خلاص بقى مفيش فيها اي حاجة دلوقتي. ده الوضع القديم كده، انت حرفيا راجع للوضع القديم بالظبط. تطلع من تحت، الشريط الازرق اللي تحت ده مختفي، نفس شريط التنقل اللي كان موجود معاك في الموبايلات القديمة او قبل التحديث يعني. طبعا في كتير قوي متعود على النظام ده، ما بيحبش النظام بتاع الايفون اللي هو بيطلع من الجنب ده. فمع تفعيل enable extra gesture setting دي تقدر دلوقتي تستخدم الخيار اللي يعجبك سواء القديم او الجديد. تعال نرجع له تاني كده، وعندك خيارات تانية تحت ممكن تقلب فيها وتحكم فيها وتشوف ايه الانسب لك. تعالى بس احنا نرجع للوضع الجديد اللي احنا متعودين عليه ده. يعني فانا بصراحة يعني بعتبر الخيار ده هو اهم خيار موجود هنا في الناف ستار. طبعا الباقي ليه لازمة طبعا. تعالى مثلا نروح على الحاجة اللي بعد كده، انك هنا ممكن تتحكم في الكالر او الالوان بتاعة مقبض او الحاجة اللي انت يعني عارف انت بتشدها من جنب دي، ممكن تتحكم دلوقتي في الوانها زي كده. هندوس هنا على الالوان دي، ممكن تغيرها مثلا نخليها احمر او اي حاجة، تعمل كده تم. شايف انت كده بقيت احمر ازاي كده؟ ممكن نروح برضه على الباك جراوند وتغيرها، حط ازرق اخضر اي لون يعجبك وتقول له تم. طبعا لو حسيت ان الدنيا عكت مننا عندك هنا ريست اهي، بتدوس عليها فبترجع لك للوضع الافتراضي. تاني حاجة هنا عندنا خيارين، اول حاجة هتحكم في عرض، يعني لما تيجي تدوس عليها ايه بتتحكم، بص كده بتزيد ازاي بتبقى عريضة. فطبعا انت دي يعني لو تهمك يعني ممكن تعملها.
نيجي بقى للخيار اللي بعد كده، عندك هنا جيستر هاندل. دي لما تشغلها هتفعل لك حاجتين هنا، تتحكم في العرض وفي الشفافية وفي اللون. طيب الكلام ده بتاع ايه؟ بتاع الشريط اللي تحت ده اللي انت لقيته اتغير دلوقتي اول ما انا فعلتها. تعالى مثلا بص كده، ده العرض يعني صغيرة خالص اهي، يا اما كبيرة 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 لحد بتبقى كده. فانت بتتحكم بقى انت عايزها اصغر اكبر. وطبعا الشفافية اللي هو الخيار اللي بعده اللي تحت ده، عايزها باهتة او يعني شفافة شوية، ولا مايل انها تبقى عريضة زي كده. عندك هنا الكالر ممكن نتحكم فيها، نغير اللون بتاعها، عايزين مثلا نخليه احمر زي كده، او ممكن نخليه اخضر ازرق. بص اي لون انت عايز تتحكم فيه وتقول له تم هنا. يعني لو انت بتحب ان الشريط ده يفضل موجود ممكن تصغره تكبره، تخليه شفاف، تخليه مايل ان يبقى بولد اكتر او باين، او كمان حتى لو عايز تغير اللون بتاعه. كل التحكمات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي دي اللي موجودة في الايماءات. طبعا هنا في اعدادات تانية موجودة في الازرار، ودي ان شاء الله ممكن نعمل لها فيديو تاني. انت هنا لو حسيت ان الدنيا اتلخبطت منك ممكن تعمل ريست، فهي بتخلي الوضع الديفولت بتاعها او الطبيعي، عشان لو حسيت الدنيا عكت منك. طبعا لو مش همك اصلا الحتة دي انت بتقفل هنا فبترجع للشكل الطبيعي بتاعها. فبصراحة أداة قوية جدا. وأهم الإعدادات دي زي ما قلت لك هو ال Enable Extra Gesture Settings، دي اللي بتزود لك إعدادات جوه شريط التنقل. تاني حاجة عايز أكلمك عليها، أنت بقى لو معانا لحد دلوقتي ومش عارف أصلا تشغل النافي ستارز إزاي على موبايلك وهو مش داعم الجود لوك، إحنا كنا عملنا فيديو قبل كده إزاي تحمل فايل لوك اللي هو أقوى بديل للجود لوك، واللي إحنا أصلا بنشرح عليه النهاردة. شوف الحلقة دي من هنا، مع السلامة.